ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. ما عادش بعيد. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ وحشتوني. قرب الكبده هنا شويه. النهارده ماما عملت لنا اكله بقالنا زمان قوي كده. وانا على طلب نادين عملنا النهارده كبده. بناء على طلبات. لا بعدوها عني. النبي اعمل لنا بره حياتي. علي اعمل لكم فيديو زي العسل. اعمل لكم فيديو الثانيه ده يا جماعه. بابا العريس. روحوا شوفوه على طلع ما قالت عليه. هتاخدوا مش ليه؟ بضحك انا واقفه في صفك. ماشي. بسم الله. سموا هي دي. ليه الغلب ده يعني؟ النهارده صحينا من بدري. نادين صحينا من الساعه 5 تقريبا. الواد ده ده كان حقيقة. حاله مش حلوه. طب انت صحتي ما كانتش لسه نمت؟ والله بس جانا نمنا شويه بصراحه. شويه. جيتوا منين؟ مش رايح المستشفى الصبح في بدري؟ المستشفى. لمين؟ سفيان. الواد ده النهارده كان والله كان حالته صعبه. خدته بقى وقمت راخده راح كشفنا عليه وجبنا له علاج بس الحمد لله بقى حلو. هو تقريبا مكروه في الجو. ده فكره ده طبق كبير. بسم الله. خطير. احلفي. تحفه. دوقتها؟ الحلوه الكبده؟ امم هاتي انا بعرف اكل. تعرفي؟ امتحاننا ده لازم ناكل عيش دلوقتي. تعملي ايه بقى؟ صح. ده الماما كل اللي تبقى بشوفك طب ماما. هم المصريين بيعذبوا نفسهم ليه؟ ليه بجد؟ دخلت مطعم اندونيسي قبل كده وكانوا عامل اندومي. يا خرابي. يا لهوي. من احلى الاكل اللي اكلناه في حياتنا الاندوسي. الاندونيسي صح؟ بجد نفسي ادوقه. صحيح يا نشوى؟ ده جميل. اكل بقى الاندونيسي عامل ازاي؟ ده جميل حلو قوي. احكي لكم على بعد الفيديو. يعني اكل عامل ازاي؟ اندومي؟ كرنب بسلوق وتشرب الشوربه بتاعته. اندومي ومعاه شويه خضار ني. ده اللي بتحبوه؟ وحش قوي. هو المطعم اللي ما كانش حلو لكن الناس كلها بتقول لي لا في اكل اندونيسي حلو قوي. لانها بتاكل بايه؟ يعني في المدينه انا عايزه. برضه حلو. في المدينه مطعم اندونيسي فتح جديد. ايوه. بفكر لو رحنا نجربه. احنا هنروح انا بعتهولك. مش هياكل. انت بعتهولي صح؟ هنروح بقى هناك نجرب نفسي كل أجرب. حاجه ان شاء الله. وان شاء الله بإذن بعد الله. ما نخلص العمره بتاعتنا يعني. ان شاء الله باذن الله. مش عايزه ايه؟ كبده. عايزه ايه؟ كبده يا ماما. نجيب لها كبده يا ماما. ما تخلينيش ازعلك مني. مش عارف انت ازاي سبت على الموضوع عايزه ده. امتحان على الموضوع ده انا مش ده عارف. انا امنيه حياتي دلوقتي تخيلش اعمل ايه. سفيان ماسك المكرونه العيش؟ وغرق الكنبه. لا انت مسكت الكبده. انا لسه ما دوقتش كبده خالص. كده ما تدوقهاش خالص. ماشي دوايك بقى حاجه مش عايز دوقي. دوايك كده ايه ده يا ماما؟ مش دي انت كنت ماسكه بيها الكبده؟ ده والله حلو قوي. بجد. ماما مش العيش ده اللي كان في الكبده؟ بس هي ما بتصدق تقرف اصلا. الكبده المكعبات ده حلو. احب بقى فيها طعم الكبده. انما الشرايح ديت معظم اللي بيعملوها بيمسكوها يقددوها في النار وبيضيعوا طعمها. وانت يا ماما حاطه جواها لحمه وكور لحمه وكبده. ايه؟ والله كده. حقك؟ والله. انت نهدي. جود كبده؟ لا هي طبخه يعني. زمان لما ماما كانت بتعمل كفته من دي كان امير يجي يضحك عليا ويقول لي ده ماما عملت كفته جمبري. فماما نعطيله الكفته بتاعتي عشان اعرف ان انا مش هاكلها. بعدين اكتشف ان هي اصلا كانت كفته عاديه. متخلفه عقليا. تعملها في يمكن النهارده. نازلين انا والبنات نروح نشتري مشتريات. نشتري زي عمتي وامي. نازله انا والبنات نشتروا مشتريات وحبه حاجات. يعني امل كانت بتقول لي نادين ان البط فراخ عشان تاكل. كنت باكله والله فعلا. طياره مش كان في دلوقتي راكبين ان شاء الله. نادين بنتي بقى يعني في مثل عندنا البلدي بيقول لك زي القرع يمد لبره. والله حاجه حلوه ولا وحشه؟ هي نادين بنتي كده اعمل لها احلى اكل. اساسا العيله بيقعدوا يقولوا لي احنا بنموت في اكل. تروح عند امل ياكلوني كل حاجه هناك. يا نادين كلي بط لا يحبوش. يا نادين كلي سمان لا يحبوش. تاكل عندها. اميره تفصص لها الرنجه والسمك تاكلها. حماتها تاكلها السمك تاكلها. ساعه ما تحصلني لا 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 مش بتدلع عليك يومين لما تدلعش وعند على امي. حماته. حماته حبيبته. ده حاجه ثانيه. حماته حبيبته بقى اي حاجه تدلعش عند امي هتدلع عند مين؟ ماشي دلع يا اختي. نادين اكلت السمك ثبتني بتثبتني. السمك على ايد حماته. حماته حبيبته. شوف انا باكل سمك بقالنا 20 سنه. هي عمرها ما اللي كلتها. هو على السمك يا جماعه. بتاع حماته ولا بتاع ماما؟ الاثنين حلوين. حلو جدا قوي السمك. انا بتكلم على سيره السمك. يا شعب اللي انا شفت بتعمل ايه السمك صحيح. انت معانا. الحمد لله على السلامه. والله مبروك. ازيكم يا جماعه. ما اصل هو معلش النهارده يا عريس جماعه. بقى عريس بقى يا جماعه. اعذروه يا خلاص، جماعه خلاص. لان هو النهارده ايه بقى؟ خلاص عريس ابو زفت ايه؟ يا نشوى ده نشوى ليه بالدنيا.
روح شوف فيديو علي معايا. محدش يروح قناتي، محدش يروح لقناه مع عائله علي. فيديو حقيقي والله يا جماعه. محدش يروح مع عائله علي، اللي اروح مع اللي اشوفه فيكم هناك مع عائله علي هغص في الكومنتات. بقول لكم بابا التصوير كده احلى ولا بالميه؟ ولا بايه؟ بالميه. بالميه. الميه ازاي؟ يعني طول ما احنا بنكتب بنرش على التليفون من بره ده تبريد ميه مش هوا. مش عايزه مش قادره. عصبي جدي؟ امال انا. طب ده منظر عامله المكرونه دي بطريقه جديده حلوه؟ تحفه والله. حاسه ان هي فيها كتير قوي من طريقتي، بس انا ما باكلش الطماطم ما باكلش المكرونه اللي بكون لونها احمر قوي كده. بحبها كده. انت عايشه انت مع نفسك. بصي متعتك انت. انا بحب الاكل دي قوي. نانو حياتها كلها عباره عن كده، يا اندومي مكرونه سباكيتي ونادين. كان في واحد بص المصر اسمعوا الحكايه. كان في واحد موظف بيقبض 5000 جنيه في الشهر، وعايش هو وعياله مبسوط والدنيا جميله وعايشين في هنا وهدوء ومية مية. احنا قربنا الموبايل شويه عشان الصوت. ايوه. انا يعني المغزى في الحكايه اللي انا بقولها دي الكلمه، ان ممكن كلمه تغير مسار حياته. واحد موظف بيقبض 5000 جنيه في الشهر وعايش هو وعياله مبسوطين وبيدفعوا اكلهم وشربهم والدنيا ماشيه تمام بال 5000 جنيه. فالمهم قاعد مع واحد صاحبه فبقول له انت بتقبض كام؟ قال له 5000 جنيه. قال له 5000 جنيه؟ ده 5000 جنيه دول انا بصرفهم في 3 ايام. لا، انت قيمتك اكبر من كده. المفروض انت تقبض 15000 جنيه، ده انت ناجح في شغلك، ده انت شاطر، ده انت. الراجل قال الشيطان لعب، فقام رايح للمدير بتاعه. قال انا ما عدتش شغال بالطريقه دي الا ما تقبضني 15000 جنيه عشان انا بشتغل حلو ومجتهد في شغلي. لا انت ظالمني في شغلي. فالمدير قال له اللي ماسك الشغل قال له انت شايف الشغل بتاعنا عامل ازاي وشغلنا على قده وانا شايف ان مرتبك حلو بالنسبه لشغلك، انت مرتبك حلو. قال له لا وما لا. فالمهم المدير اتضايق من اسلوبه عشان مش متعود على طريقته فمشاه من الشغل. صاحبنا ما عادش يلاقي شغل. بعد ما كان بيقبض 5000 جنيه وبياكل وبيشرب هو وعياله ما عادش معاه فلوس وما عادش يلاقي شغل. ليه؟ بسبب كلمه واحد قالها. يعني ما تسمعش لحد. والله هي كلمه ممكن تتقال لك تبقى تدمر حياتك. زي واحده مش شرط اللي يبوسك ويحضنك ويقول لك انا بحبك فهو بيحبك. النصيحه جات لي في وقتها. والله العظيم. يعني هو انت جوزك ما بيجيبلكش هديه؟ قالت لها لا والله احنا الحمد لله بناكل وبنشرب وندفع ايجارنا والدنيا جميله. قالت لها ازاي؟ ده انا جوزي كل اسبوع لازم يجيب لي هديه. فالمهم صاحبتنا قعدت تفكر قالت تصدق ده انا جوزي ده ما جابليش هديه من ايام الخطوبه. بدات تتخانق من جوزها وتتضايق من جوزها. جوزها ايه؟ قالت له لا انت ما جبتليش هديه من ساعه ما اتجوزت. قال لها انت شايف انا بشتغل ورديتين ويا دوبك مقضيين ايجاراتنا واكلنا وشربنا والبتاع. المهم الست ما تقبلتش الكلام فقامت مزرجنين سوا فاتطلقت. اتطلقت. فاهمه ازاي؟ بسبب كلمه. يعني انت ممكن تبقى عايش وانت مستور والدنيا حتى بالقليل مقتنع ان هو حلو وبرضا والدنيا تمام. ممكن شيطان على هيئه بني ادم يخش يقول لك ازاي انت كذا، انت قيمتك اكتر من كده. فتيجي تبص تلاقي البات اتقلب. اللي كان معاك اصلا راح. يعني صاحبنا ده شغله راح وصاحبتنا دي باتها اتخلق بسبب كلمه. بيقول لك لازم تبقى انت عارف قدره نفسك. خدوا بالكم من الكلمه دي. يعني ما تخشش في حاجه انت مش قدها وانت مش عارف قدرات نفسك ايه. يعني انا هصدق بس هو عايز اقول لك يعني ربنا يا رب يكفينا الشر. الطلاق سهل وكلمه الطلاق دي سهله جدا. فالمفروض كل واحد يحافظ على الكلمه دي وعلى مراته. خدوا نلعب شويه. البنى اللي انتوا عايزه تقول البنى صعب انما الهد في ثانيه. السؤال هنا بقى يعني اوعى تتعصب في يوم من الايام وتخسر بيتك ومراتك لان انت مالكش اللي هو. يعني انا عايزه اقول لك على كلمه حقيقيه. لازم تبقى انت انت لازم انت قدوه للناس. فلازم تبقى انت قدوه تحافظ على بيتك. صحيح. يعني ايه؟ يعني مثلا طبق المكرونه اتكب على رجلك والبنطلون دلوقتي تعب. هل انت ممكن تشتمني تزعلني؟ لا حاجه مش بايدك مثلا. والله ما انت مزعلني. والله ما انت مزعلني. والله هي مكرونتين. روح يا الله يصلح حالك. ربنا يخليك. هو انا عايز اتجوز من قليل. بص والله هي مكرونتين نزلوا من المعلقه نزلوا على البنطلون. عمال بفكرك بتنصحي في العموم. كملي كلامك صح. ما تبصليش. ما مشي. طب هي بتقول لي انا متخلف عقليا. عمال بيعمل كده. يعني بيتريقوا عليا مع ان انا يعني احسن منهم في التربيه لان انا مش بتريق على حد ولا امي قلت ده وحش او ده حلو. اختي حبيبه قلبي
مش انا بقى نانو ايه اصلا الدنيا ديت؟ مش انا بقى فلوس عشان احنا خارجين. انت بتعتمدني في الاخير ليه؟ احنا عايزين فلوس عشان احنا خارجين. فيلا انا معاهم، ها انا خارجه معاهم. احنا عايزين يردهم تتراضوا. سلام. ويعملوا اتفاق قبل ما تقول فلوس بقى. بسرعه بسرعه. وانا هروح فلوس. ما هو قال لك الفلوس ليكي، الفلوس بتاعتك، البنت ده غلبانه. سلام يا جماعه. ماشي وطبخها حلو. بص هقول لك والله العظيم هقول لك فلوس بس. والله ما عايز